السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أمينة اش دو زام. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت بنشارك معاكم وصفة الطمينة اللي تجي معلكة وتبقى لكم طرية لأطول فترة ممكنة، وراح نقدمها لكم بطريقة بسيطة. كما تعرفوا كل ما يجي المولود نديرو اما الرفيس اما الطمينة. كيما حنا في دارنا نديرو الرفيس، بصح بزاف تاع الناس يديروا الطمينة. لو قلت انا ندير الطمينة من قبل نشاركها معاكم، ومن بعد ندير الرفيس لهنا لينا. ووصفه تاع الرفيس اللي يحتاجها راني دايرتها ديجا من قبل. لان راني جبت كميه تاع سميد حمصتها. شوفوا التحمص لازم يكون بين هذاك الصفر الشباب بين الاحمر، شغل ما لازمش تحمروا السميد تاعكم مليح. لهنا عندي كاس غير ربع تاع مارغرين، معاها كاس غير ربع تاع عسل، حطيتهم فوق النار. ما تخلوش هذاك العسل تاعكم يغلي هو والدهان، هذا السر الاول. لهنا بعد ما ذوبتهم راح نزيد معاهم 2 مغارف تاع ججلان. تبغوا ديروه مطحون، تبغوا ديروه كيما انا في الحق نبغيه هكا. نبغيه شغل الججلان هكا، نبغي هذيك الحبه. كنت حمصتها تاني ما من ججلان تاني حمصوه، ولا قادرين تعوضوه بحلوة الشام ولا تستغناو عليهم للزوج. الاختيار يبقى لكم. هذا الشيء راهو اضافه برك. لهنايا قسمت الكميه على 2. درت في النص مغرفه تاع هذيك شوكولاته ختيني تاع الطل، والنص الزاوج خليته كيما راه. نبقى لهنا نزيد في السميد تاعي تدريجيا كيما راكم تشوفوا، ونخلط مليح باسكو كاين نوعيه تاع السميد اللي يشرب وكليله. المهم نتوما حتى اللي تحصلوا على هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه، شغل ما تخلوش الخليط تاعكم يكون هكا جامد بزاف، وما تخلوش ثاني طري بزاف هكا يكون سايل، يكون بينه وبين. راكم تشوفوا في التكستور اللي تحصلت عليها. ونفس الشيء درته الخليط الثاني لهنايا اللي كنت درت فيه الشوكولا. نبقى نخلط كيما راكم تشوفوا حتى القوام هنا خليته اطري، وما تخلوش ثاني سايل بزاف. راني غير نوصي باسكو كاين اللي يخلوه سايل بزاف الطمينه تاعهم ثاني ما تجيش مليحه. خلوه قد ما هكا يتهز لكم في الطبسي كيما راكم تشوفوا. انا راح نخلي هكا الطمينه تاعي قد لي تشد روحها واحد 4 دقائق ولا، ومن بعد نجي نزينها باسكو في الاولى تكون مازال ما تشد روحها. لهنا في التزيين درت القرفه بالطابع هذا. التزيين هو اختياري ديما كيما نقول لكم، الجود من الموجود. انا ما كلفتش كامل روحي شي اللي كان كاين في الدار درته، ما كانش عندي حاجه كبيره ولا. الصح كامل راه في الطمينه والسر تاعها. ما التزيين هو اختياري، وكل واحد واش يفضل يدير. ونصيحة الثانية اللي نقدمها لكم، الطمينة تاعكم قبل ما تاكلوها او ما خلوها تريح واحد 4 سوايع هكا ولا، تشد روحها مليح وميم طط تزيد تطرى لكم كتر وكتر. كيما انا لهنايا خليتها يا ربي واحد ربع ساعة ولا قد لي صورتها برك وكليناها كاع هكا، وجات زعما طرية وجات معلكة. بصح هي من الافضل، زعما راني نقول لكم الافضل توجدوها زعما لافي غدوة من داك ولا تاكلوها. المهم هكا رانا وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. نقولكم تلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله مع وصفات جديدة، وان شاء الله كامل نلقاكم بصحة وعافية. سلام.